بحسب الصحف الإنجليزية تم الصلح بين محمد صلاح وأرني سلوت المدرب الإنجليزي، حيث تم الصلح في منزل محمد صلاح الذي قدم اعتذار وقال عن تصريحاته السابقة بأنها كانت انفعال غير حكيم وتصريحات غير حكيمة. وتم بذلك الصلح بين اللاعب الكبير محمد صلاح ومدرب الفريق أرني سلوت لتبدأ مرحلة جديدة من العمل والاجتهاد لمحمد صلاح، وأيضا الاستقرار النفسي يعني الاستمرار في العطاء لنادي ليفربول الذي أعطاه الكثير، ومحمد صلاح بذل الجهد الكبير والكثير من أجل النادي، وهو بالفعل جهد مخلص اعترف به جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة التي شارك بها محمد صلاح. نتمنى التوفيق دائما لمحمد صلاح، وهو دائما يعطي جهد كبير دون أن يبخل بجهده على فريقه ليفربول. والمعروف أن سلوت مدرب هولندي.